بص يا سيدي، الراجل ده دخل ينظف موتور طيارة نفاثة. الغريب بقى ان المواتير الوحوش دي تتغسل وهي شغالة، والعمال اللي بيعملوا كده بيبقوا في امان تام. العملية دي اسمها غسيل المحرك، بيضخوا كميات كبيرة من المية جوه الموتور وهو بيلف بسرعة واطية جدا، والمية مع الهواء بينضفوا كل ركن جوه. تستهونش بالخطوة دي، لأن الطيارة وهي على ارتفاع عالي بتسحب تراب ورمل، وأوقات كمان بقايا طيور. لو المواتير دي ما اتغسلتش بانتظام، قوة الدفع بتقل والبنزين بيتحرق أكتر. غسلة واحدة ممكن توفر على شركة الطيران حوالي 100,000 دولار في السنة على كل طيارة. طب ليه العمال مش بيتشفتوا جواه؟ عشان الموتور في وقت التنظيف بيكون شغال على سرعة واطية جدا، تكفي بس إنه يوزع المية، لكن مش بالقوة اللي تعمل سحب خطير. بس برضه ما تستهونش بقوته، لأنه لو اشتغل على سرعته الكاملة ممكن يطير عربية من مكانها، وصوته يتسمع من ارتفاع 30,000 قدم. سؤال بقى، هل ممكن تشتغل شغلانة زي دي؟ وهل تجرؤ إنك تقف قدام الموتور بالقرب ده وقت الغسيل؟ قُل لي في الكومنتات. وأخيرًا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرًا.